والله العظيم انا الحمد لله اصلا ان احنا كسبنا. يعني انا اصلا 90 دقيقة انا طلعت من النوم مصدع، بس واخد بشامر صداع وعامل كوباية شاي بقرنفل عشان خاطر ان انا يعني فاهم انت ازاي اقدر ان انا اعدي اكمل يومي في الشغل وبتاع ده عامل ازمة جامدة فهنشيله. اكمل يومي في الشغل وبتاع اقدر ان انا ايه يعني اعدي يوم. يعني انا بصراحة ان انا عظيم ثلاثة احنا ضيعنا كمية كور لا يمكن ان هي تضيع. يعني ليه يا جدعان ما تركزوا، يا جدعان ركزوا يا جدعان. يعني الدنيا سهله والفريق التاني، يعني انت مش بتلعب المغرب ولا بتلعب تونس ولا بتلعب السنغال ولا بتلعب الكاميرون، انت بتلعب يعني زيمبابوي مع كامل احترامي. يعني الكره الافريقيه في تطور الكلام الحمصي ده، بس انت واقف مكانك. الكرة الأفريقية بتتطور، ماشية كويس، يا سيدي الناس شغالة صح، يا سيدي العيال بتطلع على رحلات احتراف بابا بتتأسس صح، كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه، بس انت واقف مكانك. هم قريبين من مكانك اللي انت كنت فيه من 15 سنة. انت من 15 سنة لحد دلوقتي هو انت زي ما انت، لا جددت لا طورت ولا عملت اي حاجة. انت من 15 سنة زي ما انت عملت ايه؟ لا شيء والله. انا قاعد زي ما انا قاعد مكاني والله. شكرا. طب وبعدين؟ يعني انت كسبت النهارده عشان عندك 2 خبره، ليه ما يكونش عندك ال 11 خبره؟ ليه ما يكونش عندك 11 لعيب كلهم محترفين بره؟ بس مش مشكله، المهم ان انت كسبت والحمد لله ان احنا كسبنا، والحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد ال3 نقط، واهم حاجه ال3 بونت يا كابتن مدحت والكلام الجميل ده كله. لكن اتمنى ان كابتن حسام حسن يا ريت يعني انا في حاجه هتجنني عايز اتكلم، معلش انا اسف، في حاجه هتجنني انا عايز اتكلم عليه. هو امام عاشور طلع ليه؟ يعني هو هل طلع؟ يعني بص، لو امام اتصاب هقول لك تمام، يعني اوكي اصابه، اصل هنعمل ايه؟ اللي الراجل اتصاب هنعمل له ايه؟ قدر وقدر بقى، ماشي. لكن لو الراجل انت مطلعه عشان تغيير تكتيكي وفني، يبقى انت كده انا اسف، ده في حاجه غلط. استحاله امام عاشور ضيع 3 4 كور، هو ضيع بس هقول لك على الجول. كان الاولى ان اللي يطلع مثلا محمد حمدي وتبقى تدخل. انت كنت خسران، عايز حلول هجوميه من على الاطراف، واللي جاب لك الجونين الاثنين الاطراف شابت فيهم الباص الحربه اللي انت نزلته زي كوره محمد صلاح في الجول الثاني، اللي هي بالمناسبه كوره صعبه جدا ومش سبحان الله هو جابها تمام. زيزو برضه ضيع كورتين ما يدعوش الصراحه، يعني مش متخيل زيزو ضيعهم ازاي، ان هم سهلين جدا جدا جدا. بس يلا الحمد لله ادب ولطف. اتمنى يعني الاخطاء اللي حصلت في ماتش الزيمبابوي دي تعدي، لان اذا كان البدني بتاع العيال بتوع الزيمبابوي وقع في اخر 10 دقائق فانت قدرت ان انت تكسب، فالبدني بتاع العيال بتوع الشيكو بانزا ورفاقو او جنوب افريقيا والبافانا مش هيرحمك يعني، وما بعد ذلك مش هيرحموك. فيعني اتمنى ان احنا ننزل نخلص. انا عايز انزل 1 2 شكرا سلام عليكم، خلص نفسي، مش هنزل استقبل جون واقعد على اعصابي بعدين نتعادل واقعد على اعصابي بعدين نجيب الثاني طب ليه؟ ليه؟ ما نخف نفسنا، اما ننجز حالنا كده، الدنيا سهله والله، وان شاء الله البطوله بتاعتنا وان شاء الله نقدر ان احنا نكسب. فيا ريت ان شاء الله باذن الله ما تصعبهاش علينا، يا ريت ما تصعبهاش علينا. هي صعبه خلقه اصلا، فما تصعبهاش علينا اكتر من كده لو سمحتوا، ما تصعبوهاش علينا اكتر من كده لو سمحتوا، لان هي اصلا الدنيا ما خلاص خربانه خالص فمش ناقصه. اتمنى ان انتم ما تصعبوهاش علينا اكتر من كده، ونقدر ان احنا ننزل ماتش جنوب افريقيا نكون متعلمنا من اخطائنا، نقدر ان احنا ننزل نكسب ان شاء الله. جنوب افريقيا كسبت انجولا، لو كسبتها 6 نقط انت صعدت، بس مالكش دعوه بقى بماتش انجولا الاخراني ده. هتسيب جنوب افريقيا لو كسبت زيمبابوي ممكن تصعد معاك، وانجولا يا سيدي اخر ماتش معاك بقى يحلها الحلال. لكن الله يكرمكم يعني ما مش ناقصه، ماشي مش ناقصه لو سمحتوا. احنا اصلا عايزين نفرح يعني بصراحه من الاخر بقى. انا ولا هتكلم فنيات ولا هتكلم قرف، انا كده مش كلنا بنفهم فنيات. احنا عايزين ننبسط، احنا عايزين نسعد في هذه البلد، عايزين الناس تبقى مبسوطه. بقالنا 15 سنه ما خدناش بطوله توحد ربنا مع المنتخب بتاعنا، حرام يعني، حرام. ده احنا انا عشت طفولتي كلها من 2006 ل 2010 طفل لسه بيوعى على الكوره، شاف بلده بتاخد 6 8 10 وشاف يعني ليه توريني الجانب السيء من المنتخب المصري؟
خسرنا اخر بطولتين لما صعدنا لهم فاينل 2017 و2021. اتمنى بقى ان احنا ربنا يكرمنا يعني ننجز يعني. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب، ربنا يكرمنا ننزل ان شاء الله نكسب ماتش جنوب افريقيا يا رب، وخير ان شاء الله، خير يا رب يا رب. واتمنى كابتن حسام يعني كابتن حسام والنبي لو يعني اتعلم من اخطائك يعني، عشان احنا مش هنقعد اللي نعيد نزيده واللي نقيزه ونميزه واللي نقيده خلاص بقى احنا بقالنا سنه معاك ولا سنه ونص. احنا عايزين نشوفك بتدرب مصر في كاس العالم يا كابتن حسام، ده مش هيتحقق غير لو خدت بطوله افريقيا يا كابتن حسام. سهله هي وبسيطه يا كابتن حسام، وانت ذات نفسك عايز انك تدرب مصر في كاس العالم، فيا ريت الانجاز ده يا كابتن حسام يتحسب لك يعني. السلام عليكم.